الرحل في استقلال المملكة والمحافظة على وحدتها الترابية موضوع الندوة المنظمة على هامش فعالية الدورة الرابعة من مهرجان تويزغي للرحل المنظم بالجماعة الحدودية تويزغي. ندوة توقفت عند ملامح بطولية وطنية راسخة لأبناء المنطقة. في المتابعة حاد محدار، جمال خصاصي ومحمود الشراكي. جبال الوركزيز الشامخة المرابطة بالنفوذ الترابي لجماعة تويزغي الحدودية تقف شاهدة على معارك وملاحم بطولية تصدى خلالها أبناء المنطقة للمحاولات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للدوس على ثوابت المملكة. معارك بطولية كبد خلالها أبطال نشاوس المتربصين بوحدة التراب الوطني خسائر فادحة. هذه الندوة المنظمة على هامش فعاليات المهرجان السنوي لجماعة تويزغي محطة للتذكير بملاحم رجالات المنطقة وتضحياتهم الجسام من أجل كرامة وعزة الوطن. جبال الوركزيز شاهدة على عظمة وجهاد وإخلاص المجاهدين من القوات المسلحة الملكية، والذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كرامة هذا الوطن ووحدته والذود عن حياضه. وإن كان هناك برهان يفيد بأن الصحراء تعيش في أزهى زمانها، هو إقامة المهرجان الدولي للرحل بمنطقة تويزغي بقرب بمحاذاة جبال الوركزيز. المتداخلون خلال هذه الندوة توقفوا عند عديد المحطات المشرقة في تاريخ هذه البلدة الحدودية التي شكلت على الدوام حصنا حاميا للوطن من أي تطاول لأعداء الوطن المتربصين بأمن واستقرار المملكة. تحمل هذه النسخة دلالات كبيرة من حيث الشعار حول الوحدة الترابية. هناك دور كبير على مستوى المقاومة المحلية، على مستوى الرحل اللي ساهموا في المقاومة كذلك، لأنهم يعرفون يعني المسالك، يعرفون وعورة الطرق، يعرفون كذلك البيداء. وبطبيعة الحال هذا كان يعني عامل ديال انتصار. أبناء المنطقة كانوا دائما حاضرين في ساحة الدفاع عن حوزة الوطن، فهناك مجموعة من أبناء القبيلة الذين دافعوا ببسالة واستشهدوا من أجل هذه الأرض الطاهرة. وهنا جبال وركزيز شاهدة على أننا أبناء مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصر الله. جماعة تويزغي الحدودية تحتفظ ذاكرتها الوطنية ببطولات راسخة بصم عليها أبطال معارك الوحدة، وهذا الحدث الثقافي السنوي مناسبة مواتية لاستحضار هذه الملاحم التي تقتدي بها أجيال اليوم.